السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. طبعًا ما ينفعش ييجي الشتا من غير ما نعمل العدس، من غير ما نعمله شوربة أو نعمل منه كمان فتة، بس بجد المرة دي مختلف، طعمه كمان مختلف وطريقته مختلفة، بجد حلوة جدًا، سهلة كمان وبسيطة، وكمان أكلة سريعة مش هتاخد معاكِ وقت خالص في تحضيرها، وبجد نتيجته حلوة أوي. لو جربتيه بالطريقة دي بجد هتعتمديها على طول ومش هتعمليه غير بيها. بس تابعي معايا الفيديو للآخر وإن شاء الله هيعجبك. ما تنسيش بقى لايك للفيديو عشان الفيديو يترفع ويشوفه أكبر عدد من الناس. كمان ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك إشعار بأي فيديو جديد بقدمه. وأول حاجة كده بنبتدي بيها الخضار اللي طبعا هضيفه على العدس. الخضار ده طبعا بيكون اختياري، يعني لو حابة تضيفيه براحتك أو مش حابة، بس طبعا الخضار ده بيديله قيمة غذائية عالية. أنا هنا ضفت بطاطساية واحدة وطماطميتين وبصلاية واحدة وجزراية واحدة، وعدد هنا الخضار حسب طبعا ما تحبي. انا استكفيت كده بواحدة من البصل وواحدة من البطاطس وواحدة من الجزر وحبيتين من الطماطم، وكمية الخضار اللي استخدمتها دي على كوباية من العدس او حوالي كده ربع كيلو من العدس. اخدت طبعا الخضار ده قطعته زي ما احنا شايفين كده، وبعدين جبت كده حلة على النار، حطيت فيها مكعبين من الزبدة، طبعا ممكن تستخدمي سمنة. انا ضفت كمان معاها شوية من الزيت عشان الزبدة ما تتحرقش معانا، وبعدين ضفت كده الخضار اللي قطعته اللي هو البصل والجزر والطماطم، كمان ضفت لهم معلقة من الثوم المفروم، وبقلب كده بقى الخضار ده كله مع بعض مع الزبدة، يعني كده بشوح الخضار ده كويس جدا. وبعدين بعد ما بشوحه كده شوية بضيف له العدس طبعا دي حوالي كده كوباية. انا الاول غسلتها كويس جدا وبعدين حطيتها كده في مصفى، وطبعا انا بغسل العدس كويس جدا لحد ما بلاقي المية بتاعته بتكون بيضة خالص. بعدين بقى باضيفه كده باحطه على المصفى، دي طبعًا خطوة بتفرق جدًا بقى في طعم العدس في الآخر. وبعد بقى ما باضيف العدس على الخضار اللي شوحته في الأول، باشوح كمان العدس معانا مع الخضار ده، باسيبه كده شوية حلوين يعني يتشوح كده لحد ما بالاقي لونه كده كمان بيغيّر أو كمان بيدخل في السوا شوية. في الوقت ده بقى باضيف له المَيّة، المَيّة هنا بتكون مغلية، طبعًا ده بقى هيسرّع معاكِ في السوا، مش هياخد معاكِ وقت كتير أوي في السوا. ضفت له في الوقت ده كمان مكعب من مرقة الدجاج والملح والفلفل الأسود وشوية كده من الكمون والكزبرة الناشفة. وبجد مرقة الدجاج هتفرق معاكِ أوي في طعم العدس، هتخلّيه طبعًا طعمه مختلف أوي، ولو مش حابة تضيفيها بلاش. سِبت بقى كده العدس معانا غطّيت عليه، وبعدين جِبت بقى عيش، ده عيش شامي كان متبقي عندي، قطّعته كده لمربعات كده صغيّرة، وبعدين بقى جِبت كده زيت سخن على النار وهاحمّر فيه العيش ده. طبعًا العيش ده بيبقى طعمه حلو أوي مع العدس، وممكن كمان تستخدمي أي نوع عيش عندِك تقطّعيه برضه كده لمربعات بالشكل ده وتحمّريه كده في الزيت. طبعًا مش بياخد وقت على طول كده بياخد لون، وبنطلّعه برضه على مصفى عشان يصفّي أي زيت فيه. باخلّص بقى كل الكمية اللي عندي بالشكل ده، وطبعًا في الوقت ده كان العدس على النار، بادّي له كده غلوتين، وباعرف إن هو استوى لمّا باخد كده قطعة من الجزر باحط فيها كده الشوكة لقيتها اتقطعت بسهولة، كده بيكون العدس استوى معانا. في الوقت ده بقى باجيب الهاند بلندر باضربه كده، أو طبعًا بنستنى عليه يبرد شوية ونضربه في الخلاط لحد ما بيكون معانا بالشكل ده. طبعًا هو بيبقى خفيف شوية كده لكن لمّا بيبرد بيتقل أكتر. وأنا كمان هاضيف له شوية من الشعرية، حمّرت كده شوية من الشعرية لحد كده ما أخدت لون معانا، بعدين بقى باضيفها كده على شوربة العدس زي ما إحنا شايفين كده. باسيبه طبعًا يغلي غلوة كمان وباقفل كده عليه على طول النار. الشعرية طبعًا بتستوي من سخونية العدس، طبعًا بتستوي على طول، وكده بيكون جاهز معانا. بجد الطريقة دي بجد هتعجبِك جدًا لو جربتيها، غير لمّا بتسلقي العدس كده على طول، بجد مختلفة، طعمه حلو أوي، كمان لونه بيبقى حلو أوي زي ما إحنا شايفين كده. حطيت طبعًا منه شوية كده، وشوية كمان هنعملهم فتة، طبعًا هنستخدم بقى العيش اللي إحنا حمّرناه، حطيته كده وحطيت طبعًا عليه كمية بقى من العدس، ودي كده هتكون الفتة معانا. حطيت كده عليها من فوق الوش شوية كده من البصل الأخضر،
وقدمت كمان معاه شوية من العيش اللي احنا حمرناه. وطبعا العيش ده كمان ممكن تحطيه في الفرن وتحمصيه، بدل طبعا ما تحمريه كده في الزيت. بس هو طبعا في الزيت بيبقى طعمه احلى بكتير. وبكده بتكون الأكلة معانا جاهزة، عملنا شوربة عدس وعملنا كمان فتة في وقت قليل جدًا، وكمان بطريقة مختلفة. الطريقة دي بجد تحفة جدًا، لو جربتيها مش هتسلقي تاني العدس، هتشوحيه بالطريقة دي، هيطلع معاكِ بجد تحفة جدًا، طعمه بجد حلو أوي. كمان من الأكلات الحلوة جدًا في الشتا اللي بتدفي طبعًا جدًا. وقدمت كمان معاها بصل أخضر وطماطم وأي طبعًا خضار بقى قطعيه كده جنبه. وكمان طبعًا قيمته الغذائية عالية جدًا. أتمنى بقى تكون الوصفة عجبتكم، تكون سهلة وبسيطة، وإن شاء الله تجربوها. وما تنسوش لايك للفيديو لو عجبكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم إشعار بأي فيديو جديد بقدمه. واستنوني في فيديوهات جديدة إن شاء الله ووصفات جديدة، وهسيبكم في رعاية الله. سلام عليكم.